السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد من قناة محمود طور مصرية، وفيديو جديد كالعادة. الرد على أحد إخواتنا من العراق أو في العراق. واحد من العراق كتب لي في الكومنت بتاع امبارح اللي أنا نزلته إن الأسعار بدأت سقوطها في العراق كمان، ولكن كتب لي كومنت كده وهو بيقول لي يا أخي يعني أنتوا والمصريين دمرتم الطيور في العراق، بلاش تصدروا الطيور وخلي الطيور بتاعتكم عندكم. يعني بيقول لي ان التصدير بتاعكم من مصر للعراق ادى الى سقوط الهوايه عندنا كمان، وخلى الهوايه كمان عندنا الاسعار بدات تنزل. ده اكتر من واحد واثنين وثلاثه، ده غير الناس اللي هي اصدقائي هناك ان انا بتواصل معاها بشكل دائم، عاملين برضو قنوات على اليوتيوب وبنتواصل مع بعض من خلال توقعات السوق والحالات اللي دايره ما بيننا وما بين العراق، وبنعرف الاسعار منهم. وزي ما قلت في اكتر من فيديو ان احنا هنعمل فيديو مقارنه بالاسعار في مصر والعراق، ولكن حبيت ان انا اقول في اكتر من فيديو عشان ساعه ما ينزل الناس كلها او يكون اكبر ناس او اكبر عدد من اللي هو المربين يسمعوا الفيديو ده. وهنعمل سلسله من الفيديوهات عن المقارنه بين الاسعار في العراق والمقارنه بين الاسعار في مصر، وليه التجار بتوع العراق بياخدوا من مصر وما بقوش يلموا من المربين هناك. هنحسب تكلفه الانتاج او تكلفه الطير لحد ما يبدا يفطم زغاليله، سواء المقارنه بالاسعار في العراق والمقارنه بالاسعار في مصر، سواء في التكلفه في الحبوب في مصر او خارج مصر. يعني هنحسب للطيور، هنشوف تكلفه الطيور بعد ما بتنتج وتمام ويكون بقى الزغاليل بتتفطم وبتتباع. هنحسب ان الجوز ده كان الحبوب قد ايه، وتكلفه الحبوب في مصر عامله ازاي، وتكلفه الحبوب في العراق، وتكلفة بيع الطير في مصر. لو هنحسبها طبعا هنلاقي ان تكلفة الحبوب في مصر بتكون اغلى من العراق، وتكلفة الطير بتكون اقل. يعني الطير بتاعنا بيكون في مصر اقل من اسعار العراق اضعاف، تمام، ولكن الحبوب هناك ارخص من الحبوب في مصر. وده اللي احنا هنعمله الفترة اللي جاية ان شاء الله، تمام. دلوقتي عشان ما نطولش في المقدمه ونخش في موضوع الفيديو على طول، ان هو بيقول ان المصريين دمروا الطيور عندنا في العراق، او بسبب التصدير خلوا الهوايه كمان بدات سقوطها يقع في العراق. دلوقتي انت كمربي داخل دوله العراق بتسلم التاجر باسعار، التاجر مثلا هو عاوز يجيب اقل منها عشان خاطر ان هو يكسب. اصبح التاجر اللي في العراق احنا مش السبب، ولكن يعني احنا كوسيله احنا بنصدر بيها الطيور. دلوقتي احنا كمربيين في مصر لو بيتواصلوا مع التجار في العراق او التجار اللي بتلم الطيور وبتصدرها دولة العراق، بتصدر باسعار باقل من الاسعار بتاعة العراق، وده اللي بيخلي التاجر ما يلمش من دولة العراق من المربين هناك. وده اللي هيحصل ده اللي هيحصل في دولة العراق زي ما حصل في مصر. يعني في مصر دلوقتي احنا بنعاني من عدم التصدير، وبنعاني من سقوط الاسعار بشكل كبير وارتفاع في اسعار الحبوب. ليه بقى؟ دلوقتي الناس كلها بتنزل السوق عشان تصفي الطيور، ما بتلاقيش حد بيبيع ولا بيشتري، ونسبة اللم واقفة. الا بقى اذا ان يعني ربنا كرمنا وفي دولة فتحت تاني في التصدير، او دولة بدأت تاخد من العراق وتلم التصدير، هنبدأ نصدر تاني بشكل عام. بس ده ممكن ياخد فترة. الدول اللي هي بيكون صعب فيها الانتاج، سواء بيكون فيها رطوبة عالية بشكل كبير، يعني درجة الحرارة تحت الصفر بشكل كبير، ما بيكونش الانتاج عندها سهل، او بيكون درجة الحرارة عندها عالية. فده اللي ممكن بعد فترة ان شاء الله ممكن يكون في تصدير بسبب كده. اما دلوقتي احنا في موسم الانتاج والطيور موجودة بشكل عام، ولكن عايزين نخلينا في صلب الموضوع. التصدير بتاع الطيور اللي احنا بنصدرها من مصر للعراق ادت سقوط الاسعار هناك كمان. يعني الناس هناك كمان في العراق بدات ان هي تقول انتوا السبب في كده، كل واحد يخلي طيوره عنده، كل دوله تكتفي بذاتها. طب دلوقتي لو في طلبيه مطلوبه من العراق والعراق ما عندهاش طيور، هتعمل ايه؟ هتضطر تلجأ لمصر. مصر الطيور متوفره فيها. اصبح دلوقتي الطيور مثلا في مصر موجوده كتير، بتبدا التجار بتاعت العراق بتلم من مصر عشان تكتفي بالطلبيه اللي مطلوبه منها، او الطلبيات مثلا اللي هي بتوديها ليبيا او فرنسا او اي دوله بشكل عام، سواء العراق بيصدر لها طيور. يبقى احنا دلوقتي بنطلع الطلبيات حسب ما الدوله بتاعت العراق بتطلب. المفروض بقى اللي كل تاجر يعمله من التجار بتوع مصر اللي بتلم، يظبط نسبه الاسعار شويه، طالما في تصدير وفي سحب او في اقبال على طلبيه، يظبط نسبه السحب شويه بحيث ان تفضل المربيين مكمله في الهوايه. زي دلوقتي ما يبخس الاسعار لاخواته المصريين.
اصبح هتبقى المقارنه بين مصر والعراق حاجه بسيطه في الاسعار. هيبدا المربي بتاع العراق هيشتغل وربنا هيكرمه هيكسب، وهيبدا التاجر بتاع مصر ربنا هيكرمه هيكسب، ونبدا نكسب كلنا مكسب او ربح بسيط. دلوقتي الهوايه تبدا في مصر هتقع، وفي نفس الوقت هتبدا كمان في العراق هتقع. اصبح مش هيكون في تصدير، هتبدا الدولتين دول هيبداوا يوقعوا بعض، يعني العراق ومصر هيبداوا يوقعوا بعض، او مصر والعراق. ما اصبح دلوقتي الطيور بقت في مصر زي في العراق. دلوقتي التاجر بتاع العراق مش هيبدا يسحب من مصر طيور، ولا هيبدا ان هو يطلب تصدير، لان الاسعار هناك بدات تقع، بدا ينزل الاسعار للطيور هناك. تمام. هيبدا دلوقتي الهوايه في مصر هتبدا ممنوع التصدير، وهيبدا الطيور هتكبر بشكل عام، لان الناس كلها عندها طيور. الا بقى ناس كتير هتصف، وناس برضو هتفضل برضو مشغله طرق الانتاج، سواء طرق الانتاج في التصدير رخيصه، او طرق او عصافير رخيصه او عصافير غاليه. دلوقتي لو احنا اشتغلنا في العصافير الغاليه او البغبغانات او الحاجات ديت، والدنيا دلوقتي واقعه، يعني الدنيا دلوقتي واقعه في مصر في الاسعار. واحد يقول لك انا هبيع الحاجات اللي هي الطفرات الرخيصه او الاسترالي عامه، او كوكتيلات الحبشي، او الطيور اللي هي رخيصه بشكل عام، سواء كوكتيل حبشي او حتى يعني طفره اللاتيني كمان مش هتكون يعني ايه مجزيه في الربح. طفره الاسترالي كلها بشكل عام. هنبدا نشتغل على الطفرات العاليه، هنبدا هي كمان هتبدا تكتر في السوق. اصبح الرخيص والغالي هيبدا يقع في السوق. هنبدا نخش على الذره الهندي، وهنبدا نخش على كوكتيل الالبينو، وهنبدا نخش على الانجليزي على المستويات العاليه. هنبدا بقى نفرخ بغبغانات، وهنبدا نخش في الدراما، وهنبدا نخش في الحاجات اللي هي ايه مستواها اعلى مثلا من الكوكتيل اللاتيني ب 500 جنيه. لا، هنبدا نخش في ابو 1000 وابو 2000 وابو 3000. هيبدا كمان الكل هيبدا يشتغل فيه. وطبعا الحاجات ديت مش هيبقى انتاجها هيكون يعني صعب، مش سهل زي الاسترالي والحاجات اللي هي الرخيصه. الحاجات الغاليه كل ما يكون سعر الطائر غالي، كل ما بيكون تعرف ان الطائر ده انتاجه صعب. وده اللي هيحصل الفتره اللي جايه. الناس هتبدا تخش على الطيور اللي هي سعرها غالي، وهتبدا المصريين هيبداوا يوقعوها كمان زي ما وقعوا الاسترالي او الطيور اللي هي الرخيصه. ولكن اكتفي بهذا القدر من الفيديو. ولو انت اول مره شفنا على اليوتيوب اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديو بكل اشعار جديد.